بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. من مطبخ مجيدة النهارده ان شاء الله هعمل معاكم طريقه الكنافه اللي بالكاستر. يلا بينا. والسوداني ازاي يا مجيدة بالسوداني بالكاستر؟ تعالوا معانا ونشوف الطريقه. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. طبعا انا حطيت هنا نص كوبايه سمنه وهدعك بقى فيها كده كويس. اول حاجه جبنا الكنافه من الفريزر فرفطناها ورحت حاطه عليها نص كوبايه سمنه وبدعك فيها كده. بقى هشرب السمنه للكنافه تمام مع بعضينا ايه واحده واحده. نفضل بقى نشرب الكنافه كده تمام. تعالوا هنا بقى ايه نعمل الكاستر للكنافه. طبعا احنا قلبنا الكنافه في السمنه في نص كوبايه سمنه وطلعناها من الفريزر. كانت في الفريزر فكيناها وفركناها وحطينا لها السمنه. تعالوا بقى هنا نعمل ايه الكاستر. طبعا هنا هنحط 3 معالق كاستر، 3 معالق تمام. ونقلب. نحط 3 معالق سكر برضو. هنا بقى نحط 3 معالق سكر. ادي واحده، ادي 2، ادي 3. ونقلب. خدهم جنبك بقى، عادهم جنبك. طبعا هنا الكريمه داخله على سوا هنا. نسوي فيها بقى. طبعا انا هنا جبت الصينيه ودهنتها سمنه. في حاجه بقى هحطها قبل ما احط الكنافه. معايا سوداني هرشه في قرية الصينيه وعشان لما تيجي تقلبي الكنافه تبقى شكلها جميل كده ومنسق وجميل. طبعا انا جايبه كوبايه الا ربع سوداني، دقه نص دقه كده يعني مش ناعم خالص، في جرشه كده. وهحطها بقى في قعر الصينيه. طبعا السوداني دوت انا جايباه ني مش جايباه متحمص، عشان لما تحطي الكنافه عليه طبعا يخش الفرن هيتحمص. لو متحمص هيتحرق، فانا جايباه مش متحمص تمام. يلا مع بعضينا كده واحده واحده. بصوا فرشته في قعر الصينيه وحطيت له معلقتين سكر. بصوا بقى هنا، بصوا بقى الجمال والحلاوه. تعالوا بقى نحط الكنافه. بصوا هنا بقى رشينا الكنافه على السوداني كده. غطوا بقى السوداني بالكنافه. بصوا الجمال والحلاوه تحفه. غطوه كده ما تخلوش حاجه ايه عريانه تمام. هنكبسه بقى. هنا بقى بعد ما حطينا السوداني وحطينا رق كنافه هنكبسها بقى كده. نكبس الكنافه حلو كويس كده. لما نحط بقى القشطه تكبسي الكنافه كده. بصوا هنا بقت مستويه ازاي. تكبسيها جامد كمان مره. تكبسي جامد كده، تكبسي عشان تطلع حلوه ومستويه وحلوه. تكبسي بقى جامد كده. بصوا بقى الجمال والحلاوه. بصوا عامله ازاي تمام. هنجيب بقى القشطه اللي عملناها وهننزلها بقى على ايه، على الكنافه. متحطش على الحرف بس، خليه ما تجيبيش على الحرف عشان ما تلزقش وتيجي تطلعيها ما تعرفيش تطلعيها تمام. مع بعضينا واحده واحده. خلاص يلا نحط بقى الرقه التانيه على الكنافه تمام. يلا هنا بقى بعد ما حطينا القشطه اللي قصدي الكاستر هنحط بقى ايه الرقه التانيه من الكنافه تمام. يلا بينا بقى نرش كده الكنافه مع بعضينا كده واحده واحده مع بعضينا كده. بصوا تحفه. رش بقى الكنافه كده كده كده. بصوا الجمال والحلاوه تحفه. طبعا احنا هنا حطينا بقى الكنافه بنسوي بقى كده. بنحك عليها برضو بالراحه كده بالراحه عشان المنظر بس. بصوا تحفه بالراحه كده مع بعضنا واحده واحده بالراحه عشان تطلع. بصوا طبعا مستويه ازاي وجميله. بصوا تحفه. يلا بينا طبعا بقى ايه ندخلها الفرن ونعمل العسل بتاعها. العسل بتاعها ايه بقى؟ هنجيب كوبايتين سكر وكوبايه ونص ميه ونحطهم على النار تمام. طبعا هنا معايا كوبايتين سكر هعملهم عسل للكنافه. دي واحده هحطها هنا وحطيت التانية واحط كوبايه ونص ميه. بعد ما حطيت كوبايتين سكر هحط بقى هنا كوبايه ونص ميه. دي واحده وادي النص التاني تمام. هنحطه بقى على النار. نعم
هنا بقى بعد ما حطينا السكر والميه معايا بقى ايه حتتين برتقال هنا هحطهم بقى في العسل واسيبهم بقى يغلوا كده ياخدوا يدوا مع بعض بشكل ودي. يلا بينا بقى ندخل ايه الصينيه الفرن. بصوا بقى هنا الكنافه بعد ما طلعت، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعليه وصحبه وسلم. لايكات بقى كده منكم. طبعا انا هسقيها واقلبها واوريها لكم. احنا هنسقيها بقى هنا كده بالعسل اللي انا عملته. بصوا نسقي بقى هنا كده. سامعين انتوا؟ سامعين الطشه دي؟ خلي البرتقال افتحوا يا جماعه. ام حسين ام حسين بيقول ام حسين ام حسين. ازيك اهلا، ازيك يا اختي؟ انت بتعملي قمر؟ ها؟ بصوا بقى الجمال والحلاوه. يا اختي بقى. استنوا بقى خلصناها. هاتي معلقة. ماشي طيب. بصوا بقى الجمال والحلاوه، تحفه تحفه تحفه، جميله قوي. طبعا هنا انا ما لحقتش اقطعها ولا بصور، طبعا هي خلصت. ولايكات منكم كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اختكم مجيد.